بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. الحلقة اللي فاتت انتهت عند ما الدكتور ناصر بيشرب الشاي وعمال يبص للمهندسة ريماس، وهما الاتنين عمالين يبصوا لبعض والنظرات مطولة بينهم هما الاتنين. المهم وهم قاعدين بيشربوا الشاي، قالت له بعد ما نشرب الشاي عايزين نروح نبص على الأرض عند عم أمين. قال لها طب وأنا هبص على الأرض ليه؟ قالت له عشان تشوف فيها آفات ولا لأ. أنت مش مهندس، مش دكتور بيطري برضو؟ قال لها بيطري مش زراعي في الأرض. قالت له لا بس هتفهم فيها. قال لها خلاص هفهم فيها. وسمع الكلام، حس إن هي إيه، عايزة تتمشى معاه، وبالفعل ده كان هدفها. فراحوا مع بعض اتمشوا ورايحين الأرض. وهم ماشيين في الطريق وقفهم شاب، الشاب دون اللي هو الواد ابن العمدة، تاني ماشي بالحصان بتاعه بيلف في البلد. لقاهم ماشيين هما الاتنين، اتغاظ وقف الحصان ونزل. انت هتفضلي تلفي كده مع الدكتور ده؟ قالت له طب وايه المشكلة، ما احنا بنشوف شغلنا. قال لها لا ما ينفعش، شوفي اي حد تاني يمشي معاه. قالت له لا بقول لك ايه، انا لسه ما ردتش عليك، مش من حقك تقولي اللي انت بتقوله ده. لما ارد عليك واوافق يبقى يحلها ربنا وتبقى تحاسبني، لكن دلوقتي ما ينفعش. لو سمحت بقى عشان رايحين الغيط نشوف شغلنا. كده يعني يا باشمهندسة؟ قالت له ايوه كده، ما ينفعش، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. وراح سايبها وماشي. ناصر بقى، دكتور ناصر بقى انشكح كده دي باينها حبيتنا انا ولا ايه، واتبسط. فتشجع ان هو يتكلم معاها. فضل يتكلم معاها بقى عن حياته. هو طبعا من القاهرة. عن حياته وعن والدته، وان هي والدته ما عندهاش غيره وعايش هو وهي بس. وعنده خالته بتحبه جدا، وقعد يرغي معاها ويتكلم معاها. احكي لي انت عنك بقى. راحت قعدت تحكي له ان باباها توفى ومامتها، وسابوا لها جدتها وسابوا لها اخوها، وهي رافضه الجواز عشان خاطر محدش هيستحمل جدتها واللي بتعمله، لان جدتها بتعمل حاجات كتير والحاجات دي سيئه محدش هيقدر يستحملها، وهي مش هتعرف تعيش بعيد عنها. قال لها لا دي مش مشكله، ايه يعني؟ قالت له لا. طب انت بتقول ايه يعني؟ غيرك مش هيقول، غيرك عايزني اعيش معاه لوحدنا حقه، وانا مش هقدر اسيبها، لا هي ولا اخويا، فاللي يتجوزني يعيش معايا في البيت. فكده ايه، بدأوا يوضحوا الامور لبعض. وصلوا الغيط وتمام، وخلاص شافوا الحكايه ايه الدنيا ايه، وقال لها اللي هو يقدر عليه، وسلم على عم امين. وبعدين رجعوا البيت. رجعوا البيت، قعد بقى في الجنينه، وراحت هي بعتله شاي مع ورده، وقعد شرب الشاي. وبالليل الدنيا كانت جميلة والهواء جميل والزرع والخضرة، فخرج يتمشى في الجنينة، في جنينة البيت يعني. وعمال يلف شمال ويمين، ويقول في عقله بقى ايه، يا سلام لو المهندسة ريماس تنزل، اقول لها بس تصبحي على خير. مش هتكلم معاها، بس اشوفها بس واقول لها ايه، تصبحي على خير. هو كده خلاص بقى اتعلق بيها تماما، هي كمان اتعلقت بيه. بس هي يعني ايه، سرحانة ومش عايزة تدي نفسها الفرصة لحسن يطلع يعني مفيش حاجة وتبقى اتعلقت على الفاضي. المهم وهو بيتمشى، طلعت له مين؟ طلعت له الجدة نرجس. بالليل، بالليل. لسه بيتمشى كده ولقى اللي راحت قفشاه من قفاه. حرامي، انت جاي تسرقنا يا حرامي، انت جاي تسرقنا، ايه اللي جايبك هنا؟ طب سيبي قفايا. لا 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 لا، اسيب قفاك مين؟ ده لازم قفاك ده اعلمه الادب، وكانت كل ما تمسكه لازم تضربه على قفاه. المهم راحت ماسكاه، وكالعاده تشد من ايه، مفيش حاجه هتتقلع، ده هو اصلا لابس تيشيرت كده بتاع بيت. راح واقع على الارض كده بسهوله. هي كانت قويه وشديده وبتاخده على اخوانا. وقع على الارض، راحت راكبه فوقيه زي ما بتعمل.
قعدت على ظهره ومدلدلة رجليها ونازلة ضرب فيه، وهو كالعادة الحقوني الحقوني. سمعته مين؟ المهندسة ريماس. راحت نازلة: يا نرجس يا جدتي حرام عليكي بتعملي ايه؟ لحد ما شالتها من عليه. معلش انا اسفة، مش عارفة اعتذر لك ازاي، مش عارفة اعمل ايه. قال لها: ولا تعتذري ولا حاجة، ولا تعتذري ولا حاجة، خلاص الحمد لله. كويس ان هي عملت كده عشان تنزلي واقول لك تصبحي على خير. راحت طبعا اتبسطت، وراحت طالعه واخده جدتها معاها وهو رجع. طلعت بقى لما قال لها كده طبعا لفت نظرها وشغل تفكيرها اكتر، وقعدت بقى تفكر لحد ما حضرت المخدة ونامت. تاني يوم بعد ما خلص شغله وراح عند المواشي واشتغل وكتب العلاج واداه لعم احمد المسؤول اللي هو الدكتور، وقال له عايزين الحاجات دي للمواشي عشان مهمة جدا. وعمل كل شغله، روح بقى تعبان، دخل الأوضة خد شاور وتمام، وداخل عشان يتغدى. لقى نفسه لازم يقول لها بقى، فبيبص لها كده، راحت بصاله بصة. انتوا عارفين بقى الايه؟ البصة الحنينة الجميلة دي لما يبقى لما تبقى البنت موافقة وعاجبها اللي قدامها، بتبص بصات كده ايه. البنات والستات هيفهموني بقى، والرجالة برضه هيفهموني، ما هي البصة بتبقى ليهم يعني. المهم هو من نظرتها فهم ان هي فعلا بتبادله نفس الايه المشاعر. فبعد ما اتغدوا خدت كتاب ودخلت البلكونة عشان تقعد تقرا. هي كانت بتحب القراية، فقاعدة تقرا راح قايم ورايح لها البلكونة: ازيك يا باشمهندس؟ قالت له: الحمد لله خير. قال لها: لا ابدا، كنت عايز اسالك بس سؤال وتجاوبيني عليه بمنتهى الصراحة. قالت له: اه طبعا، ما جاوبكش ليه؟ قال لها: الواد الملزق ابن العمدة ده هتردي عليه تقولي له ايه؟ راحت بصت له كده وقالت له: ليه؟ قال لها: عايز اعرف، ما تنسيش ان انا قلت لك جاوبيني بمنتهى الصراحه. قالت له: لسه مش عارفه. قال لها: لا انا عايز اعرف دلوقتي. فراحت استغربت كده: دلوقتي؟ قال لها: اه دلوقتي. ليه يعني؟ ليه؟ قال لها: من غير ليه، عايز اعرف وخلاص، مش من حقي؟ راحت بصت كده وابتسمت وقالت له: مش هوافق بيه، هرفضه. قال لها: كده زي الفل، كده انت عسل فعلا. قالت له: بتقول ايه؟ قال لها: هقول ايه ولسه قلت حاجه؟ انا بحبك، انا بحبك يا باشمهندس، واسمحي لي اطلب ايدك. ما ينفعش، انا خلاص كده، ولا ملزق ولا ابن الدكتور ولا ابن العمده ولا مش عارف مين هيطلع لك تاني. راحت بصت له كده وقالت له: يعني ايه؟ قال لها: يعني بحبك، توافقي تتجوزيني؟ بس طبعا وارتبكت واتكسفت ووطت وكل الحركات الجميله دي. في جاية مين؟ الجدة. قالت لها: هتقولي له موافقة ولا اتجوزه انا؟ انت يا بت انت، انت يا بت انت يا معلن حلوة انت، يا اللي دايما بنسى اسمك مش عارفة ليه. هتقولي له موافقة ولا اقول له انا؟ قالت لها: لا هقول له موافقة. طب خلاص انا موافقة. راح سمعهم مين؟ براء اخوها. راح جاي قال له: بقول لك ايه، بقول لك ايه يا دكتور المواشي انت؟ قال له: نعم يا عم براء نعم. قال له: كاتب الكتاب والجواز الخميس الجاي. قال له: يا عم مش لما انزل واقول لامي؟ هو انا هطير منكو؟ ما انا خلاص اتدبست وشكلي هعيش في وسطيكوا خلاص، ربنا يعيني بقى. راحوا ضاحكين وقال لها بقى: انا هنزل اقول لوالدتي. نزل قال لوالدته، ووالدته اتبسطت ان هو خلاص لقى بنت الحلال وجت معاه وشافتها وعجبتها وكل حاجة. وبعدين عملوا الفرح ودخلوا أوضتهم عشان يقضوا ليلة العمر. بس ليلة العمر مين؟ طلعت لهم الجدة. ايه ده؟ جوه الأوضة؟ اه دي كانت مستنياهم جوه. مستنياهم جوه فين؟ جوه أوضة النوم، قاعدة مستخبية جوه. وهم أول ما دخلوا راحت طالعة لهم: هي أنا هنا. وراحت عاملة لهم كده: أنت بتعملي إيه هنا؟ قالت لهم: بعمل إيه؟ راح
ريماس بقى بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها جاي ياخد جوزي. خاين، رايح تتجوز من ورايا وتخني يا خاين. واصرت فعلا وخدته وخرجت، خدته اوضتها وخرجت. ريماس تمسك فيه، انت هتمشي؟ قال لها يعني هعمل ايه؟ امشي. وراح ردد عليها، قالت لها انت بتلزقي فيه ليه؟ هو مش عايزك، هو بيحبني انا، مش كده؟ قال لها اه بحبك انت طبعا. امشي، انا ما بحبكيش انت. وبيقول لريماس انا بحبها هي. راحت قالت لها ايه الجده بقى؟ هو مش بيحب الصغيرين الناشفين دول، هو بيحب العتاق اللي زيي. وراحت اصرت وخدته وخرجت. راح معاها الأوضة بتاعتها، فضل جنبها لحد ما نامت، ورجع تاني لمين؟ لريماس. قعدوا مع بعض، وعدت ليلة العمر بسعادة ونجاح وتمام، وعاشوا مع بعض. متحمل براء أخوها، ومتحمل جدتها وعلى اللي بتعمله فيه، وكل علقة وعلقة وتيجي ريماس تنجده من إيديها، ومفيش فايدة. لحد ما ربنا كرمهم ببنوتة جميلة سموها شهد. شهد طلعت زي مامتها بالظبط، عينين ملونة وهي سمرة وشعرها أسمر ولذيذة وجميلة. سنة ورا سنة لحد شهد دي ما بقى عندها 3 سنين. ماشية هي وأبوها وأمها في الغيط بيتمشوا، وهو بقى بيقول لها إيه؟ بصي بقى يا شهد. نعم يا بابا. قال لها بصي أنا عايزك تجنني جدتك، تجري وراها وتطلعي على كتفها وتعملي فيها عمايل وتشدي شعرها. راحت رميس قالت له انت بتعلم بنتك ايه؟ قال لها ولا حاجه، بعلمها تاخد حق ابوها اللي انت معرفتيش تاخديه، ولا انا عرفت اخده، بنتي تاخده. وعمال يدرس للبنت عشان تتصرف مع جدتها، ومبسوط بيها جدا. فريماس بتقول له يعني انت مش زعلان يا ناصر ان بنتي طلعت شبهي كده وطلعت سمرة؟ ما كنتش تحبها تطلع زيك بيضة؟ راح بص لها كده وقال لها وبعدين بقى ليه الكلام ده بقى؟ ما انت عارفه ان انا بحبك، بحبك جدا، وبحبك على سمارك ده. هقول لك حاجه، مش المثل بيقول السمار نص الجمال؟ قالت له اه. قال لها عندنا بقى يا ستي السمار الجمال كله، ما اسمعش منك اي حاجه تاني بالشكل ده. انت حبيبتي اجمل واحده في البلد، وبنتي حبيبتي طلعت زيك عشان انا بحبك. انا ماليش غيركم انتوا الاتنين، بحبكم جدا جدا جدا. وراح مطبطب عليها واداها قبلة خفيفة كده على راسها، لأن هم طبعا في الشارع. وخد بنته وفضلوا يتمشوا ويلعبوا ويتنططوا في الغيط، وفرحانين جدا جدا جدا. ومرت حياتهم جميلة كلها مودة ورحمة وحب وحاجات جميلة. وطبعا ما سلمش الأمر طبعا زي ما بقول لكم، من إن براء يعمل فيه مقالب والجدة تعمل فيه مقالب وهو مستحمل. عشان كده كان بيوصي بنته الصغنونة. وكده تبقى خلصت قصتنا، ودي كانت الحلقة الأخيرة. كده القصة 3 حلقات. وزي ما انتوا عارفين عشان القناة جديدة، أنا مش من حقي أنشر فيديو أكتر من ربع ساعة، عشان كده بنشر حلقات صغيرة كلها. لو لاحظتوا هتلاقوها قبل الربع ساعة بروح قافلة القصة وأقول حلقة جديدة. يا رب تكون القصة عجبتكم، وإن شاء الله القناة تكبر وننشر فيها حكايات كبيرة زي قناتنا التانية اللي شغالة دلوقتي وكبرت وبقت جميلة، يوميات صفية كمال. واستنوني في قصة جديدة. سلام.